صحيح. نعم قد يوجد في بعض النساء من تعادل آلاف الرجال، صحيح. لكن من حيث الجملة الرجل أقدر حقيقة على القيادة. نعم. وعلى نعم. الإمساك بدفة السفينة. نعم. ولذلك جعله الله عز وجل هو قائد الأسرة، وكان هو القوام عليها على زوجته وعلى أولاده. ثم نعم. بين السبب لماذا جعله الله قواما على الأسرة. نعم. لماذا؟ نعم. لسببين، قال بما فضل الله بعضهم على بعض. نعم. فالله عز وجل فضل الرجال على النساء. نعم. كما قال عز وجل وهو الخالق سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم. وللرجال عليهن درجة. نعم. لاحظ قول الله عز وجل. هذه أولا لفضل الرجل على المرأة، والثاني لإفضاله عليها، وذلك قوله وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل الذي دفع المهر نعم. وهو الذي ينفق على المرأة كل ما تحتاج إليه. صحيح. من طعام وشراب ودواء وغذاء وسكن وأدوات زينة وغير ذلك. نعم. ولهذا جعلت القيادة له. جميل. لأنه لو كانت بيد المرأة ربما لأنها لم تخسر شيئا ما أسهل أن تهدم الأسرة. الله حقيقة. نعم. لأنها لم تخسر شيئا، ولهذا صارت القوامة بيد الرجل والعصمة أيضا بيده وليست بيد المرأة. ومع ذلك ليس معنى القوامة أن يتسلط الرجل على امرأته. نعم. وأن يتعسف استعمال هذا الحق. نعم. فيهينها أو يمنعها من شيء تحتاجه. نعم. أو يمنعها من زيارة أهلها أو من قضاء حاجاتها. لا، هذا حقيقة يعتبر تعديا منه. نعم. ولا يوافق عليه. نعم. لكنه جعل لأجل حفظ مصلحة الأسرة. جزاك الله خير. فهمت من الكنترول أن الكابتن ياسر على الهاتف ما هو عند التلفزيون، وهو ينتظرنا الآن على الجوال، نبغى نجيب على أسئلتنا. نستأذنك ونستأذن المشاهدين الكرام. هو قال في الأول يريد منكم نصيحة للمتعصبين للرياضة زيادة عن اللزوم، وجميل أن نسمع مثل هذا السؤال. أنا والله أولا أشكر حقيقة الكابتن ياسر على هذا الكلام الرائع الجميل اللي سمعنا. نعم. وهو والله مما يثلج الصدر. نعم. وبمثل هذا الرجل نفخر حقيقة ونعتز. نعم. يعني كونه في هذا المجال ويغلب على الرياضة كما تعلم في كل دول العالم نوع من العبث والاستهتار وتضييع الأوقات بما لا ينفع. نعم. وهم أيضا يتعرضون حقيقة لفتن كثيرة، يسافرون إلى بلاد كثيرة ويختلطون يعني بهؤلاء المحبين والمشجعين من رجال ونساء وغيرهم. نعم. فكونه يوجد يعني هذا الحس الديني ولله الحمد في هذا الرجل وأمثاله كثير. أنا أعرف كثير من الأخوان جزاهم الله خير يعني في ممن يلعبون في هذه المنتخبات في المنتخب أو في النوادي الرياضية عندنا ممن حقيقة يفرح بمثلهم. الله يصلحهم. ونسر بوجودهم كثيرا. بل بعضهم كان يقول لما يعني هداه الله عز وجل وتدين والتزم يقول أريد أن أترك النادي أنا لا أنصحه. نعم. أقول يبقى يا أخي وأنت على ثغر. نعم. ما دام عندك قدرة وتستطيع أن فعلا أن تكون قدوة للناس. نعم. خاصة هذه الرياضة يتعلق بها الملايين. صحيح. وخاصة من أبنائنا هنا من داخل البلد من الرجال والنساء. نعم. وغيرهم من خارج البلد. صحيح. فكونه يوجد هذه النماذج الرائعة التي فعلا إن شاء الله تكون يعني يكون كل واحد منهم سفيرا لدينه وبلده. نعم. وفعلا وهدفه الخير وهدفه حقيقة أرى أنه إن شاء الله على خير. نسأل الله أن يوفقهم ويحفظهم بحفظه. يسأل السؤال الثاني أنهم إذا سجلوا فريق خاصة في المباريات الدولية. السؤال الأول في موضوع الأول هو مجرد يريد نصيحة منه. أيوة أنا أقول حقيقة نعم أرى هذه والله يا أخي أني أتأسف كثيرا حينما يأتيني بعض الأسئلة وأسمع أحيانا ما يكتب في بعض الصحف. نعم. النزاع أحيانا بين إخوة. نعم. أعداء ربما يصل إلى حد الهجران. وأحيانا بين الرجل وزوجته. صحيح. وأحيانا بين الأب وأولاده. نعم. أقول يعني كيف يبلغ السفة في هؤلاء إلى هذه الدرجة؟ صحيح. مع الأسف يعني أنا أحيانا بعض الأولاد الصغار يسألوني نعم. وش تشجع؟ أقول لهم أنا أشجع الذي يغلب، اللي يفوز أنا أشجعه. نعم. يعني أغرس في أنفسهم يعني إن قدر أنك والله نظرت لهذه المباراة. نعم. صحيح. واستمتعت بها، مع أني حقيقة أرى من تضييع العمر تضييع الوقت أن يتعلق الإنسان بهذه المباريات ويضيع أحيانا ساعات كثيرة يوميا كل يوم هذه طريقته. صحيح. يا أخي العمر ثمين، عمر يعني وقتك حياتك. نعم. فكيف تضيعه بمجرد مشاهدة؟ أنت لو كنت تلعب لقلنا هذا جيد، والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف في كل خير. تنشط نفسك، تسلي نفسك، تقوي بدنك. لكن كونك مجرد تنظر تستمتع يعني إن كان ولا بد فليكن وقتا يسيرا تنظر نصف ساعة أو ساعة مثلا في الأسبوع في الشهر. نعم. ربما لا بأس، لكن يكون هذا ديدنك وتبحث عن هذه القنوات الرياضية منذ تصبح إلى أن تمسي. صحيح. ماذا استفدت؟ لا شيء والله يا أخي. ثم إن وصلت إلى حد التعصب يا أخي. نعم. الأعمى الجاهل الذي نسمع عنه. نعم. هذا قلة عقل. وهذا الآن الكابتن ياسر وهو يعني نعم. يعني رئيس الفريق وهو اللاعب يقول عيب تتعصبون بهذه الطريقة. وأسوأ منه يا أخي ما يحصل حينما يفوز المنتخب أو أحد النوادي الرياضية في الشوارع. نعم. من بعض هؤلاء الشباب الفارغين. هذا حقيقة يعني إيذاء للناس.
إيقاف لحركة المرور وإساءة للرياضة، إساءة للرياضة ولسمعة البلد وأهل البلد. صحيح. لا يليق. نحن اختارنا الله عز وجل في خير بلد في العالم سبحانه. نحن في بلد محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، حيث درج ومشى عليه الصلاة والسلام، ومنه انطلقت الرسالة، وهي محط أنظار المسلمين. يجب أن نكون قدوة كما قال الكابتن ياسر. نعم. نكون قدوة في الانضباط، في الالتزام، حتى إذا فرحنا وشجعنا يكون بأدب وبالالتزام وبخلق. السؤال الثاني عن موضوع السجود. أنا فعلا سمعت عن بعض الاعتراضات على ما يفعله إخواننا في المنتخب حينما يفوزون، أو حتى في بعض النوادي. نعم. وبعضهم يقول هذا استهتار بسجود الشكر. تشكر الله على ماذا؟ لكن يرى أنه فعلا هذا نوع من شكر نعمة الله عز وجل، وخاصة إذا كانت تنقل لدول العالم ويراها غير المسلمين. نعم. هي وسيلة دعوية حقيقة مباركة. نعم. ومؤثرة جدا. ولهذا كما قال الأخ ياسر هم يسألونهم لماذا، ماذا تفعلون؟ هذا هو يقول. وأيضا يتأكد ذلك إذا علمت أن النصارى بكل أسف أمام هذه الشاشات التي تشاهدها أحيانا مليارات من البشر. صحيح. تجد إذا يمكن مئات الملايين أحيانا يعني أدخل الهدف عمل حركة الصليب المعروفة التي ترمز للتثليث. نعم. نحن الآن نسجد ونبين لهم لماذا نسجد. نحن نسجد شكرا لله عز وجل. نعم. فنحن لا نسجد إلا لله. صحيح. وأرى أن هذا عمل يعني مبارك ويشكرون عليه، خاصة في المباريات الدولية. نعم. هم بعضهم يعترض يقول أنتم على غير طهارة. أقول لا، أصلا سجود الشكر مثل سجود التلاوة. نعم. ليس صلاة. نعم. فلا يشترط له الطهارة ولا ستر العورة ولا استقبال القبلة. نعم. فأرى أنهم على خير. يعني هؤلاء الشباب الطيبين الشيخ عبد العزيز، مثل إن شاء الله الأخ ياسر وأمثاله من الطيبين. أنا أذكر قبل فترة في مباراة للفريق المصري دولية المباراة. نعم. أحد اللاعبين كان يحمل فنيلتين، فنيلة الفوقية عليها رقمه وشعار النادي أو البلد، والفنيلة التحتانية مكتوب فيها تعاونوا مع غزة أو كذا. الله أكبر. فعندما جميل. سجل هدف رفع الفنيلة العليا وكشف صدره ما أجملها. الكابتن محمد أبو تريكة من الكابتن من المنتخب المصري. وشاهد العالم كله هذه اللقطة، واعترضت إسرائيل واعترض. هذا رسالة هؤلاء الشباب أن يفعلوا الكثير لدينهم ولأمتهم. يعني رسالة ما تأخذ يمكن ولا دقيقة، لكنها أبلغ والله من 1000 خطبة ومحاضرة. نعم. هي مؤثرة جدا، وأتمنى أن يستثمروا مثل هذا. نعم صحيح. نعم. الله يصلحهم ويبارك فيهم ويهدينا وإياهم. آمين اللهم. نرجع إذا أذنت للأسئلة. من أظن أختنا أم رقية كان لها سؤال عن طبعا في مسألة ما ذكرت أنه في سجود الشكر وسجود التلاوة لا يشترط استقبال القبلة ولا الطهارة ولا ستر العورة. ليس معنى الإنسان يجوز أن يكشف عورته. لا. لكن في مسألة سابقة سألتنا إحدى النساء. صحيح. تقول أنا أقرأ القرآن وأنا في بيتي، ليس علي عباءة ولا شيء يستر جميع جسدي، ويأتي سجود التلاوة، فهل لابد أن ألبس ثوب الصلاة وأغطي بقية؟ نقول لا. لا يشترط. نعم. نعم. هذا الذي أردت نبينه، أنه لا يشترط له شروط الصلاة. هذا هو الحكم الشرعي. تسأل عن المانع اللي يسمى اللولب، هل لها أن تستعمله؟ لا، إذا لم يكن فيه ضرر عليها. وأبو أحمد العراق يسأل عن الأضحية.